شوفوا تساو نايل العيناوي لاعب المنتخب المغربي. شوف شو مريول، شوف امه بالدم. شوف شوف شفتوا تصاور؟ هذا اسمه جرينتا، هذا اسمه قتال من جرة، في جرة المريول. هذا اسمه لعب من جرة الوطن، هذا اسمه جرينتا، هذا اسمه انسان يبل المريول. نايل العيناوي ما خلى حتى شبر في التيران الا وقاتل عليه، ما خلى حتى شيء ما عملوش. مريول مقطع وجهه مدمدم، ورغم ذاك دقيقة موقفهاش، دقيقة موقفهاش. هذا بالضبط اللي طالبينه من جوارات تونس. ماناش طالبين منكم، حد ما هو طالب باش تفوزوا في الماتشات الكل، حد ما هو طالب انكم تعملوا المعجزات. الجمهور التونسي طالب حاجة واحدة، طالبين انه الجوارات يبلوا المريول، انهم يورينا انهم يلعبوا على الدرابو، انهم يلعبوا على المريول، انهم يفرحوا الجمهور اللي دي بلاسه واللي جاي من اخر الدنيا على خاطرهم. ريت وقت اللي المشجع يرى الجرينتا هذيك والقتال هذاك واللعب هذاك، حتى لو كان خسرته، حتى لو كان ما نعرفش ايش صار في التيران، نخرج انا فخور، نخرج فرحان، نصفق لكم، نقول شوف لعبوا بجرين، تعطوا ما عندهم هذيك الكوره يكيب اقوى منا يقول حاجه. شوف الموهبه والكوره وحدها، والتكنيك والتكتيك كله وحده ما يفيدش، لازم بالرسمي الجرينتا الحراره تاكل الترام سنيك، تاكل الجازون. هذا شنو لازم باش تربح في كوب دو موند؟ كوب دو موند، كوب دو موند، العالم الكل يتصارعوا على جال تيتر. اذا كان انت ما تعطيش اللي عندك الكل واكثر من اللي عندك 100% و120 و150 و180% باش تهز ماتش وباش تهز كيبتك القدام وباش تحاول تعمل كل شيء بوسيبل في الكرة باش تربح لي دويل لي دويل لي دويل لي دويل. شوفوا مصلي عني بيه. هاوش معناتها جرينتا، هاوش معناتها. فكرني في عيسى العيدوني وفكرني في خالد القربي وفكرني العباد الجرينتا الحرارة يهبط فيكوا في البيس. ما فماش لعبة معايا. لا، شوف بالنسبة لي أنا اللي يصنع الفارق بين منتخب ومنتخب هو الروح. بلاش روح، بلاش عزيمة، بلاش إصرار، بلاش جرينتا، ما عندك وين توصل. صح؟ كانكم موافقيني اكتبوا لي في الكومنتات.